ايه ده بقى يا سي محسن؟ ايه وطي صوتك ارجوكي وبلاش احراج. طب يعني اعمل ايه دلوقتي؟ بلاش ميعاد الدكتور ولا ايه بقى؟ المهم يا كريمه احنا عندنا ايه دلوقتي؟ عندنا ايه يعني ايه بقى؟ وضح كلام. اكل يعني غدا. يا سلام، الساعة 6 دلوقتي، هو ده ميعاد غدا؟ ثم ان احنا ما عندناش اي حاجة، يا دوب خلصنا كل حاجة وكنت هطبخ بالليل بعد ما نرجع من عند الدكتور. ما تبقاش حلوة قوي لو ما قدمناش حاجة. وهو احنا يعني كنا نعرف انهم جايين هنشم على ظهر ايدينا؟ طب اسمع يا كريمة، انا هخلص حلاقة داني بسرعة وانزل اشتري اي حاجة. اي حاجة يعني ايه بقى؟ علشان يروحوا يقولوا في البلد رحنا عند كريمة وقدمت لنا اكل سوقي؟ يا ستي ولا يهمك، البلد دي بلدي انا مش بلدك انتي، ودول قرايبي انا مش قرايبك انتي. قرايبك انت لكن البيت ده بيتي انا. طب وحياة ابوكي بطلي كتر كلام وتفضلي اقعدي معاهم شوية، انا خلاص حلقت داني. اسمع بقى اما اقولك، انا صحة ابني عندي بالدنيا كلها، انا لازم اروح للدكتور مهما حصل. يا ست اتفضلي روحي زي ما انت عاوزة وخلصيني. يعني ايه بقى اتفضلي روحي زي ما انت عايزه؟ لا يا استاذ، انت لازم تيجي معايا، ولا اروح لوحدي زي اللي ملهاش حد. وعمي ومرات عمي اعمل معاهم ايه؟ استأذن منهم يا استاذ، ده ابنك مش ابن حد غريب. انت والله العظيم اللي عملك ظلمك. بقول لك ايه يا كريمه، انا مش عاوز طولة لسان. يا باشمهندس محسن، اتفضل. ست كريمه. ايوه يا حاج، انا جاي اهو، خلاص اهو. الله، نعيما يا سي محسن، نعيما الله ينعم عليك. الله، شوف وشك نور ازاي. ما هو منور يا اخويا على طول. بقول ايه، طب شيل السبت ده كده وطلع الحاجات اللي فيه. اصل يعني احسن عمالين نلف بيه كده من الصبح. ولازمته ايه التعب ده بس يا عمي؟ ايه دي حاجه مش قد المقام. طب ده انت مقامك عندنا خروف. كتر خيرك. يعني الباشمهندس يساوي خروف عندك يا حاج؟ ايوه بقى يا حاج، الله ما تحاولش كلام امال، انا قصدي يعني انه يستاهل اذبح له خروف. ربنا يخليك يا حاجه. كريمه تعالي شوفي يا عمي جايب لنا ايه. ايوه تعالي. وليه التعب بس ده يا حاج؟ ايه تعبك راحه يا بنتي. طب والنبي ده انا كنت عاوز اعمل حاجات كتير قوي، لكن الشيل بقى اصل خلاص عمك الحاج عجز وبيتعب دلوقتي من الشيل، وبصراحه بقى المواصلات بقت حاجه يا اختي تهد الحيل. طب تعالي ورا يا كريم. ها شيل يا ابني شيل.